مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يصل المنتخب العماني إلى مطار البحرين الدولي. طبعا هذه الصور خاصة بقناة أبو ظبي الرياضية. المنتخب العماني يصل، طبعا هناك كان وفد من اللجنة المنظمة في استقبال المنتخب البحريني. المنتخب العماني طبعا الذي سوف يلاقي المنتخب البحريني في افتتاح بطولة كأس الخليج. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام المنتخب العماني يصل إلى أرض مملكة البحرين. فوزي بشير في الصورة، أحمد كانو. طبعا كما ذكرنا هذه الصور خاصة فقط بقناة أبو ظبي الرياضية. طبعا الجمهور العماني ينتظر الكثير من المنتخب العماني في هذه المشاركة بعد أن فاز بخليجي 19 على أرض وبين جماهير، ومن ثم في بطولة خليجي 20 باليمن لم يتأهل إلى الدور الثاني، دور الأربعة، طبعا دور النصف النهائي. في هذه اللحظات نشاهد عماد الحسني أحد نجوم المنتخب العماني ونجم نادي الأهلي السعودي. كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، الآمال والطموحات كبيرة من المنتخب العماني عندما تفوز بالبطولة مرة، إذا الجمهور ينتظر منك الفوز مرة أخرى لأنه تعود على مثل هذه البطولات. بكل تأكيد زميلنا عمر الجغمان متواجد هناك في مطار البحرين الدولي، وسوف يقوم بالكثير من اللقاءات وسوف يتعرف على آخر أخبار المنتخب العماني لكي يتعرف ما مدى استعداداتهم لهذه البطولة. أيضا نذكر مشاهدينا الكرام أن المنتخب العماني هو ثالث المنتخبات الواصلين لمملكة البحرين، وبعد نصف ساعة من الآن سوف يصل منتخبنا الوطني من الدوحة مباشرة إلى مملكة البحرين بالعاصمة المنامة، ومن ثم أيضا تتوالى وصول المنتخبات. طبعا المنتخب العماني ثالث الواصلين، وبعد نصف ساعة سوف يصل منتخبنا الوطني. أولى المنتخبات الواصلين كان المنتخب اليمني بالأمس ليلا، ومن ثم وصل المنتخب الكويتي صباحا اليوم تقريبا الساعة 10:30 صباحا، وعمر الجغيمان قام بالتغطية الخاصة باستقبال المنتخب الكويتي. في هذه اللحظات المنتخب العماني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام في غرف الاستراحة، ومن ثم سوف ينتقلون إلى خارج المطار ومن ثم إلى الحافلة. ولكن قبل الحافلة بالتأكيد عمر الجغمان سوف يكون لديه الكثير من اللقاءات والأخبار السريعة قبل انطلاق البطولة. كما ذكرنا مشاهدينا الكرام المنتخب العماني استعد لهذه البطولة استعداد تام. الكابتن علي الحبسي لم يستطع أن يشارك مع المنتخب العماني، وذلك لارتباطه بفريق ويغان الإنجليزي مع ناديه بمنافسات الدوري الممتاز. المنتخب العماني مشاهدينا الكرام يلعب في المجموعة الأولى، وسوف يلعب المباراة الافتتاحية ضد المنتخب البحريني في يوم السبت 5 من يناير عام 2013 على استاد البحرين الوطني، ومن ثم سوف يلاقي المنتخب القطري في 8 من يناير عام 2013 يوم الثلاثاء، وآخر مبارياته سوف تكون أمام منتخبنا الوطني يوم الجمعة في 11 من يناير عام 2013 على استاد مدينة خليفة الرياضية، لأن في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعات سوف تقام هناك مباراتين في نفس التوقيت. هذه شروط المسابقة، وأي مسابقة معتمدة من الاتحاد الدولي أو لم تكن معتمدة يجب أن يلعبوا نفس التوقيت لكي لا تلعب هناك حسابات أخرى. مشاهدينا الكرام طبعا مساء سوف يكون هناك بث مباشر لتدريبات منتخبنا الوطني والاطلاع على كل مجريات منتخبنا الوطني، طبعا عندما سوف يصل بعد نصف ساعة من الآن قادما من الدوحة، ومساء سوف يكون لنا تغطية خاصة لمنتخبنا الوطني لكي نتعرف على آخر استعدادات منتخبنا الوطني وجهوزيته في 7:15 إن شاء الله مساء اليوم بتوقيت أبو ظبي، لنطلع على آخر استعدادات منتخبنا الوطني لكي يشارك في هذه البطولة على أهب استعداد. المأمول الكثير من منتخبنا الوطني، هذا المنتخب الذي نطمح منه الكثير، تعود على البطولات، ورجال مهدي علي على أهب الاستعداد. الساعة 5 سوف يكون هناك تغطية مباشرة لمنتخب الكويت وتدريبات المنتخب الكويتي، وأيضا التعرف على آخر مستجدات المنتخب الكويتي بعد وصوله من أبو ظبي إلى المنامة. طبعا نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة، ونتمنى أن يصلوا
بالسهولة. الحمد لله على السلامة لكل المنتخبات التي وصلت إلى المنامة، ونتمنى أيضا وصول باقي المنتخبات بالسلامة. نحن كما ذكرنا بعد نصف ساعة من الآن سوف يصل منتخبنا الوطني. أعتقد عمر الجغيمان جاهز بالصوت والصورة في مطار البحرين الدولي. عمر تفضل، إليك الكلمة وصول المنتخب العماني. شكرا مسعود، مساء الخير مرة أخرى. عودة إلى مطار البحرين الدولي، هذه المرة في استقبال المنتخب العماني، ثالث الوفود الواصلة إلى مملكة البحرين المشاركة في بطولة كأس الخليج. أعتقد أن اللاعبين على مشارف الوصول، لاعبي المنتخب العماني الذين وصلوا بطائرة عسكرية، طائرة خاصة أقلتهم من العاصمة العمانية مسقط إلى العاصمة البحرينية المنامة، في انتظار وصولهم ودخولهم إلى صالة القادمون هنا في مطار البحرين الدولي. طبعا نتحدث عن الوفود الواصلة. وصل منتخب الكويت صباح اليوم في تمام الساعة 9:20 بتوقيت البحرين، وقبل ذلك وصلت بعثة المنتخب اليمني يوم الأمس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت البحرين، وبانتظار وصول الوفد العماني، ومن ثم وفد المنتخب الإماراتي، ومن ثم وفد المنتخب العراقي، وطبعا أخيرا المنتخب القطري، على أن تصل البعثة السعودية عبر البر عن طريق جسر الملك فهد، بحيث أن الانتظار لن يكون هنا في المطار بالنسبة للبعثة السعودية، سيكون في مكان آخر، لكن سننتظر كل المنتخبات هنا في المطار. متواجدين الزملاء للتغطية وسائل الإعلام الأخرى، ونشاهد دخول ربما الوفد المرافق أو المرافقين مرافقين المنتخب العماني، وأشاهد فوزي بشير أول الواصلين. سنحاول الاقتراب من لاعبي المنتخب العماني. فوزي بشير، كابتن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم، رحب فيك في شاشة أبو ظبي الرياضية. منتخب العماني أكيد يمتلك طموحات في هذه البطولة. اليوم مع وصولكم، ما هي الأجواء بالنسبة للمنتخب العماني؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد نحن جايين لهذه البطولة من أجل المنافسة على اللقب. أتمنى تكون هذه البطولة ناجحة، وإن شاء الله تكون البحرين تقدم لنا بطولة أفضل من البطولات اللي كانت في السابق. يعني متفائل؟ أكيد متفائل. أتمنى لكم التوفيق. شكرا. أيضا أحمد مبارك نرحب فيك على شاشة أبو ظبي الرياضية، نقول لك أهلا بكم في البحرين. خلاص اليوم وصلتوا وباقي 3 أيام على بداية البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد الحمد لله على سلامة الجميع. أكيد مثل ما قلت البطولة الكل يعني يحب يمثل بلده بأحسن تمثيل. إن شاء الله إحنا كفريق يعني مجهزين معنويا، وأول يوم اليوم وصلنا إن شاء الله. طيب أسألك عن الجو في مسقط، برد ولا حر؟ لأن برا شوي الجو حار. لا، احنا جونا هناك معتدل في مسقط، يعني في الوسط دائما. تتوقع وين يصل المنتخب العماني في البطولة؟ والله المنتخب العماني حاله حال المنتخبات الباقية، يعني تعرف كل المنتخبات يعني نسبيا كلهم نفس المستوى. اكيد يعني اللي بيكون مركز البطوله، اللي بيكون عنده الروح، اللي بتكون عنده الروح العالي، وبيكون عنده التركيز العالي، هو اللي بيتوفق في البطوله. موفقين ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي. كابتن مبارك. ايضا رحب حسن ظفر. هلا حسن، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ طيب، يعطيك العافيه. الله يسلمك، كل شيء يا رب. حسن، ما ادري اذا المنتخب العواني سلطت عليه الاضواء انه يكون مرشح لهذه البطوله، هل ترون المنتخب قادر على انه يحقق هذه البطوله؟ والله الجميع قادر على ان يحقق هذه البطوله، لكن بطوله غاليه علينا. نتمنى من رب العالمين أن يوفقنا في هذه البطولة، أن نرجع بالكاس من البحرين. هذا الشيء باستطاعة اللاعبين، بمقدرة الجهاز الفني. المنتخبات متقاربة، الكل يفوز بهذه البطولة. جميل. لو سألتك عن استعداد المنتخب العماني، هل المنتخب العماني أدى استعداداته بشكل رائع للغاية من وجهة نظرك أنت؟ والله استعدينا احنا مباراة ودية ضد منتخب بنين بدون المحترفين، ظهرنا مستوى طيب، لكن المباراة الأخيرة مع توغو لعبناها في السلطنة مدينة الصحار، شوي كان المحترفين موجودين، ظهرنا مستوى طيب، لكن النتيجة ما كانت حالفتنا يعني قبل البطولة، لكن الشيء كان إيجابي، وخصوصا المدرب عرف السلبيات والإيجابيات اللي محتاجينها في هذه المباراة. جميل. انتظرتوا داخل في قاعة انتظار طويل، انتظاركم كان طويل؟ لا والله ما في انتظار طويل، بالعكس شيء إذا كان طولنا احنا شيء اخواننا البحرينيين يقوموا بالواجب، شيء احنا ضيوف معاهم ويقدموا لنا الاشياء وجه الكرم مثل ما يقولوا.
انا باخذ الشنطه ولا لا تاخذ انت؟ والله كنت تلاقي هناك وتجيبها معك في المطار. شكرا لك، شكرا حسن مظفر. ما زلنا متواجدين في مطار البحرين وسنحاول الوصول الى المناطق اللي يتواجد فيها اللاعبين. كما نشاهد وسائل الاعلام تغطي وصول المنتخب العماني اللي وصل قبل قليل. كان معنا فوزي بشير وايضا احمد كانو، وايضا كان معنا اللاعب حسن مظفر، ويمكن نشوف بعض اللاعبين برا. احنا منتخب الكويت اليوم حالفنا الحظ انهم تواجدوا داخل الصاله في المطار، لكن المنتخب العماني يمكن راحوا سريعا للباص للذهاب الى الفندق مباشره في مقر البعثه والسكن. طيب هذا حسن مظفر وحديثه مع الجماهير العمانيه. يمكن في الخارج نحصل بعض اللاعبين لاعبي المنتخب العماني متواجدين. يعني نشوف بعض اللاعبين متواجدين، ان شاء الله نحصل لاعبين الحق. طيب هذا مخرج. طيب اوكي نقدر نطلع منه. سمير طيب يعطيك العافية عمر الجغيمان. طبعا عمر الجغيمان كان متواجد في مطار البحرين الدولي ويقوم باللقاءات فور وصول المنتخب العماني إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة خليجي 21. كما نعلم أن المنتخب العماني يلعب في المجموعة الأولى. يبدو أن زميل عمر الجغيمان جاهز مرة أخرى لإكمال مقابلاته. عمر تفضل، إليك الكلمة. المنتخب العماني وبعثة المنتخب العماني اللي يتواجدون الآن استعداد للانطلاق. لم يتبقى إلا فوزي بشير وكانوا اللي يستعدون لركوب الباص. موفقين. من فترة طويلة احنا نلعب مع بعض وما في مشكلة يعني، وان شاء الله المباراة الافتتاحية تكون صالح للمنتخب العماني ان شاء الله. المباراة الافتتاحية مع صاحب الارض دي ما بشكلش ضغط عليكم؟ لا، كاس الخليج عودتنا ان المباراة الافتتاحية ما توقف مع صاحب الارض يعني. ان شاء الله تكون توقف مع الفريق المنافس ان شاء الله. الكل بيتحدث عن وجود مشكلة بينك وبين المدرب. لا، هذا الشيء مو صحيح. اشاعة طلعت من صحفي ما كان ما اعرف شو اسميه، عماني، صحفي عماني. الخبر اشاعه كانت، وانا هذا اكبر دليل انا الحين موجود مع المنتخب يعني. ترشح مين للقب؟ ارشح عمان طبعا. والامارات. عمان والامارات ان شاء الله. اسماعيل علمي مشكلته ما كانت لازال القائمه موجود من ضمن البعثه. نعم، يعني كان في جهود لاحتواء الخلاف بين النادي ولا لا، الاتحاد العماني حل المشكله والاسماعيلي اليوم موجود مع البعثه. نعم. شكرا. إذا كان هذا حديث لاعب فوزي بشير للإعلام والصحافة قبل دخوله إلى باص المنتخب العماني ليكون آخر اللاعبين ركوبا وأول لاعبين وصولا إلى مطار البحرين الدولي. الكلمة